أكثر المقبلات اللي تسألوني عليها بالستوري مقبلات الموسعة. خلينا نشوف شلون نسويها. طريقة المطاعم قواما ونكهة. تعطيكم كم سر شلون نحافظ على لون الموز ما يتغير للأسود، وشلون نخلي قوامات مقبلات ثقيل ويتأخر عندنا أطول فترة ممكنة وتتغير النكهات. بالبداية راح نخلي كوب من المايونيز، وهذا اللي يخلي المقبلات أطول فترة ممكنة لأنه دهني مثل ما قلنا سابقا، ويخلي قوامها ثقيل. نخلي ربع كوب من الشكر، خاشوقة كبيرة من عصير الموز، وهذا الإضافة مالت الشربتي اللي راح تغطي الموز بطبقة اللون الأصفر ما راح تخليه يسود. بعدين راح أضيف كوبين من الموز وأخلطهم حتى يمتزجون بشكل متكامل. تروحوا للثلاجة في ساعة تبرد ونقدمها. زينوها في شي حلو حتطلع شوية تدل على إنه أكو حلويات. طبعا هذه الدعاوى مال جوز الهند ما تدعم، هاي نوعية مصرية يعني مو دعمة، بعدنا مقاطعين. وهسيك بكل بساطة صار عندكم أطيب مقبلات موز، ممكن تجربوها عليكم بالعافية إن شاء الله يا رب.